شهدت مدينة قسنطينة الجزائرية جدلا واسعا عقب حادث تحرش بفتاة وردة فعلها تجاه المعتدي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر ردها دفاعا مشروعا عن النفس ومن رأى فيه سلوكا مبالغا فيه. وأثارت الواقعة نقاشا مجتمعيا حول ظاهرة التحرش وحدود رد الفعل، في ظل دعوات لعدم تجريم الضحية والتركيز على محاسبة المعتدي، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد والحد من هذه السلوكيات. انا هي مولات البولو. انا هي مولات الفيديو اللي كنت حطيته لكم من قبل. اليوم للاسف تعرضت للقذف، تعرضت للسب، تعرضت للضرب، وتعرضت حاشاكم وحاشا قدركم للبزاق، وتعرضت للسبان وطوموبيلتي كسروها لي. ما تشوفوش فيديو هكذاك، رايح يبان كلش. الحمد لله يا ربي كاين كاميرات اللي كانوا فوقنا تاع الدوله. مول الصفحه الاول اللي بارطاجا لا فيديو هذه اللي راح يتحاسب هو ثاني قانونيا. مانيش راح نسكت على حقي باسكو تجيبوا الحكايه غير من الاخر وتكملوا. مانيش مريضه والناس يعرفوني باللي انسانه بنت ناس ومانيش تاع مشاكل. الحمد لله يا ربي. وصل السيد كان يمشي قدامي، جار مالي الهضره، طلعت عليه الكارو. واش دار؟ تبعني وضربني بالطوموبيل، ضربني هو الاول بالطوموبيل، وزاد الكارو كان تاعي حابط، زاد قاره وجاي يجري عندي وبزقني. كاين كلش الحمد لله يا ربي، كاين كاميرات تاع الدوله برا، وراني رحت شكيت وراح نرجع حقي. اقسم بالله العلي العظيم يا مول الصفحه ومول لاطاس هذيك، اقسم بالله ما راني سامحت لكم لا دنيا لا اخره.